chanteuse du pop la plus populaire du monde arabe, l'icône de la chanson arabe, Nancy Ajram. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلتش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلوية حبك سفاح وطنك وناسك الإسلام حبك ملك وتفاح حبك ملك وتفاح قلبي ما كانش مباح خزنة وملوش تفاح لكن لما بعيونك زرقاني كله على قلبك هرباني تركني تخبى فيه أنا عم حبك بالأيام اللي جاي ده الحب غير معانا الكون خلاني شكلي وطعمي ولون سكر زيادة مش بعاد أنا حاسة إني ما قدرتش أنا ما أقدرش ولو أنت عملتها بعد ما أنا أطلبها يبقى ما ينفعش وحاجات تتحس أو ما تتقالش توجع في القلب وما يا ويلي بنته ما توب عنه لو كان نصيبي أعيش فكرة أعيش فكرة أنا نضحك بالاسم ده أنا ما تكسفنيش في موضوع محتاج للحس هقولهولك بشويش تعالى أنا نضحك بالاسم ده أنا ما تكسفنيش في موضوع محتاج للحس هقولهولك بشويش تعالى واسمع دقة قلبي من قلبي من قلبي معاك بتعيش أنا هفضل أغني لحد ما تيجي وترقص يا نظيف أنا هفضل أغني وأغني وأقول لك الحفلة سوبر توب 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 تفرهدنا اغزر شخنا عملنا جو اليوم الطقس محلاه وهي محلاها شو أكثر حاجة عجبتك في الحفلة والغنايات؟ كلها والله كلها محلاها حضورها زينها مكياجها روبتها كل ميرسي. أو نانسي ياسر محلاها توب 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 شو أكثر حاجة عجبتك في الحفلة؟ عجبتني غناياها ستيلها كل شيء الامبيونس كل شيء توب عجبتني على الاخر ميرسي تقطع شنو هي حفلة تهبل شخنا على الاخر أما الجو؟ على الاخر الغنية الكل القديم سوتو القديم ثم شويه غناء جديد ما حليه اما القديم وحده كلاس مذخمه عارف كيفاش تغني عارف كيفاش تاخذ الجمهور الاخر دقيقه والجمهور مازال يحب يتفرج ما شاء الله والله مانيفيك فريمون لقد ابدعت بالحق سوبر ستار معناها بالكلمه والملام بالحق عسلامة. شو اللي جينا على خاطره في نانسي لقيناه. نانسي معناها كيما تسمعها كيما نسمعوا فيها في اليوتيوب، ما جيناش باش نسمعوا كلثوميات ولا حاجات،
مي اللي نسمعوا فيه في اليوتيوب لقينا اون بون بريستاسيون بريزونتابل كوريكت. Nous sommes devenus de France pour elle, elle a passé une agréable soirée. Nous sommes très contents pour elle. Ah oui, non, c'était exceptionnel. Exceptionnel, incroyable. Vraiment, c'est quelque chose à faire. هلا كل عمل انا بقدمه، كل عمل بشتغل عليه بشتغل انه يكون مختلف عن اللي سبقه اكيد، عن اللي قبله. لانه اذا ما جددت وما حسست الناس انه انا عم اقدم لهم شيء جديد، ما بكون يعني ما بكون عملت شيء بصراحه. وانا اشتغلت بهذا الالبوم مع موزعين جداد ومع ملحنين جداد ومع شعراء جداد، اكيد الى جانب الاشخاص اللي انا متعاونه معهم قبل وفي نجاح بيناتنا. بس اشتغلت مع اشخاص جديده، بحب اكتشف ناس هيك يعني عندها شغل حلو، عندها موهبه حلوه. بحب اذا سمعوني غنيه اوريجينال شوي بحب جرب، بس اكيد ما بقدر اطلع كثير من روح نانسي عجرم يعني اللي انا متعوده عليها واللي عودت الناس عليها واللي بيحبوني فيها. والكونسبت كله تبع هذا الالبوم كان حتى صوره الكفر هيك كانت شوي سبيسيال.